واش المغاربه غادي يعيدوا هذا العام غير بالدجاج؟ اللحم الاحمر في المغرب مازال شاعله فيه العافيه، والمهنيين كيصدمونا باخبار جديده. 100 درهم الكيلو ولات هي الهمزه، والغنمي وصل لشي اثمنه خياليه. اجي نعرفوا علاش هاد الاثمنه ما بغاتش تنزل واخا شتا خيط من السماء، واخا الاستيراد من البرازيل خدام. الواقع ديال السوق كيقول بلي كاين تفاوت كبير. اللحم ديال العجل اللي جايه من البرازيل والاوروغواي كتسوى في الجمله ما بين 70 حتى ل 85 درهم، ولكن في المحلات وعند الجزاره الثمن كيبدا من 90 درهم للفوق. اما الا كنتي من عشاق اللحم المغربي البلدي خصك توجد 125 درهم للكيلو. والمشكله الكبيره في الغنمي، سوق الجمله فيه وصل ل 115 درهم، يعني عند الجزار غادي تخلص 130 درهم وانت مغمض عينيك. المهنيين في جهه الدار البيضاء وتماره كيأكدوا باللي المغرب تعذر عليه يكمل الاستيراد من اسبانيا، وبقينا محصورين غير مع البرازيل. زيد عليها ان القطيع المغربي مازال محدود وما قادش يغطي الطلب، واخا الحكومه عطات رخصه لاستيراد 300 الف راس من البقر. الكاتب الجهوي لتجار اللحوم كيقولها نيشان صعيب نشوفوا الاثمنه كتهبط تحت هذه المستويات في هذه الايام الجايه. عقور بشهر رمضان المبارك، السؤال اللي كيطرحوه كاع المواطنين، واش هذا اللحم المستورد غادي يكون كافي؟ وإلا كانت الشتا كتصب، علاش الخوف مازال راكب الجزاره؟ نتوما شنو بان لكم؟ واش في المدينه ديالكم الاثمنه مازال غاليه ولا بدات كتهبط؟ قولوا لنا في التعليقات، وما تنساوش تتبعوا اخبار اليوم تي في باش يوصلكم ديما الجديد ديال السوق. تبارك الله عليكم.